عليكم الامهات والاخوات ديالنا، كي دايرين بخير؟ كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيت موجد معكم واحد الكيك بالليمون، كيجي خفيف بزاف ولذيذ. ندوزو على بركه الله. المقادير: عندنا 4 الكيسان ديال الفورس، عندنا 2 ساشيات ديال الفاني وقرصه الملح، عندنا 3 الخمارات، عندنا كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الليمون، وعندنا 4 البيضات. ندوزو على بركه الله. الطريقه: نسيت ما قلتش لكم واحد ربع كاس ديال الخل او ماء غازي، يعني والماس، واحد فيهم. ندوزو للطريقه. كناخذوا البيض كنضربوه حتى كيتضاعف الحجم ديالو. ها هو. دابا كنزيدو عليه كاس ديال السنيده، كنزيدو فاني ومليحه، كنضربو مزيان. ها هو ضاعف الحجم. دابا كناخذوا الزيت وكنبداو نزيدو بشويه بشويه. دابا غنزيدو الليمون، كناخذوا واحد السباتولا كنبداو نزيدو في الطحين بشويه بشويه. الطحين خصو يكون مغربل. نغربلوهم حتى هما. كنزيدو واحد المعلقه ديال قشره الليمون، كنخليوها هي الاخرى باش كتبقى النسمه ديالها. وهذاك ربع كاس ديال الخل الابيض او والماس، وكنميلونجيو مزيان. كنكونوا الفران مسخنينه على 160 درجه، كنخشيو الكيك ديالنا كيطيب.
وندوزو نوجدو المول اللي غنديرو فيه الكيك. المول دهناه بشويه الزبده ورشيناه بالطحين. دابا نكبو الخليط. غندخلو الكيك للفران من يطيب نرجع معكم. الكريمه اللي غترافق لينا هذا الكيك كنحتاجو 2 بيضات يكونوا صغار، عندنا 50 غرام ديال سنيده، 10 غرام ديال النشا، قشوره الليمون، عندنا 100 غرام ديال عصير الليمون او كاس عامر، وعندنا 10 غرام ديال الزبده. ندوزو على بركه الله الطريقه. كناخذوا كاسرول كنديروا فيها قشوره الليمون، كنزيدوا سنيده ونشا الليمون، كنخليو الزبده حتى لاخر ايطاب، كنخلطو مزيان. كتخلط معنا النشا الليمون، كنحطوه فوق النار حتى كتعقد لينا. كنشعلو عليها النار، كنبقاو نتحركو حتى كتعقد لينا هاد الكريم. الكريمه ديالنا عقدت، نحيدوها من فوق النار ونزيدو عليها الزبده. زدنا عليها الزبده، نخلطوها مزيان. ونغطيوها بالفيلم اليمونطير وندخلوها للثلاجه تبرد. غنخويوها في شي صحن اخر باش تبرد لينا، صحن اخر باش تبرد لينا، ونغطيوها بالفيلم اليمونطير. من تبرد نرجع معكم. الكيك ديالنا زوقنا بهذيك الكريمه اللي درنا، كيجي لذيذ بمذاق الحامض. صدقوني جربوه وردوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. نقطعوا واحد الطرف. الكيك كيتكال بارد كيجي منعش. كيجي خفيف ومدقش، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه وتردوا عليه الاراء ديالكم في لي كومونتير. كنضرب معكم موعد ان شاء الله في وصفه اخرى غدا ان شاء الله. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه المصير. والسلام عليكم في وصفه اخرى ان شاء الله.